انا النهارده هبقى هنديه. انا عملت سيرش على بنترست انديان ميك اب وطلع لي ده بالظبط. فانتوا فهمتوا الفايب، فيلا بينا نبدا. اول حاجه محتاجه احط اللينسز. مش عارفه الترانزيشن نفعت ولا لا، بس حطيت اللينسز. في خطوه كمان قبل ما ابدا الميك اب، وهي الحنه. جبت ستيكرز حنه. اكيد طبعا انا النهارده هنديه يا جماعه، فلازم اظبط نفسي كده الاول. ساتيسفاينج قوي. بصوا مش كلها خرجت، بس اتس اوكي، عادي عادي. ايه رأيكم؟ هنبدأ بالحواجب. حواجبهم تقيلة جدا. عارفين حواجب 2016 اللي هي كانت بنعمل خط تحت وخط فوق ونملة كده؟ هي دي حرفيا. فهنعملها. ما عندهمش لسه حوار الشعر ده. نحاول نخليها تخينة. هننضف حواجبي بقى تحتها كده وفوقيها. حرفيا حواجب 2016 بالظبط. يلا بينا نحط اي شادو. هاخد بقى اللون ده. شايفين اللون ده؟ يبقى اول لون هحطه هنا كده. بلند بلند بلند. هاخد اللون ده هحطه هنا كده. الاي شادو بتاعهم قوي جدا وتقيل. هاخد نفس اللون البني دوت واحطه تحت. لسه ما خلصتش ميك اب العين، بس هنحط كونتور. بلند. لان اصلا الهنديين بشرتهم سمرة، فانا محتاجة اغمق نفسي على قد ما اقدر. هنحط جليتر هنا. هما بيعشقوا حاجة اسمها جليتر، وانا كمان على فكرة. اعمل ايلاينر كده على فوق. كده كده مش باين بسبب الاي شادو. احط ماسكارا. اكتر كومنت هيجيب لايكس على الفيديو دوت هوديه الهند ياكل من اكل الشارع، من اكل الراجل ده على حسابي. بصوا العيون بجد تحفة. هحط بلاشر بيتشي شوية. حاسة ان انا قلبت على بريانكا شوبرا. هايلايتر. ما تنسوش تكتبولي في الكومنتس عايزيني اعمل ايه الدولة الجاية. كتير قوي منكم كتبولي كوريا الجنوبية، عايزين نعملها المرة الجاية، ولا عايزين نعمل مثلا دولة عربية. هلاقي لاين كده بلون احمر. هحط لبستيك احمر. اهم حاجة هعمل النقطة الحمراء. استنى، عايزة الاول ايه ارسمها. اوكي، هاري بقيت هندية. واخر حاجة عشان نكمل اللوك، يلا بقى الزوم ان انا بقيت هندية وكده. الحلقة التاني. ايه رأيكم؟ والله هندية قمر. بصوا مجاسر. نمستي. وبس كده بقيت هندية النهاردة. قولولي عايزيني ابقى ايه المرة الجاية، وايه رأيكم في الشغل. والله تعبانة في الحاجات دي، تعبانة فيها. اكتبولي في الكومنتس، واكتر دولة هتجيلي هي دي اللي هعملها المرة الجاية. ممكن دولة عربية بقى، ممكن كوريا، ممكن اي حاجة تيجي في بالكم. هعمل كل الدول. اكتبولي بقى رأيكم في الكومنتس على الشغل الجميل ده. وبس كده. نمستي.